والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مكملين مع حضراتكم رحلتنا لزيارة أهل الجنة. عايز أقول لربنا يا رب الدنيا جميلة جدا، الكون جميل، خلقت لنا مساحات خضراء وورود ألوانها مختلفة عشان تمتعنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. زي ما ربنا قال هو الذي خلق لكم، يعني كل وردة في الحقل الجميل ده مخلوقة لينا إحنا عشان نتمتع إحنا، أو ناكل من ثمار الأشجار اللي اتخلقت عشاننا إحنا. وكذلك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالدنيا لينا والجنة لينا وربنا لينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لينا، كما أرسلنا فيكم عشانكم أنتم وأنا ربكم أنتم. يا أيها الإنسان أنت محور الكون، أنت المقصود من الله عز وجل. بس خليك مع ربنا، خليك مع ربنا عايش بأخلاقه، تخلق بأخلاق الرحمن مش بأخلاق الشيطان، يسعدك في الدنيا ويحشرك مع أهل الجنة في الآخرة. اتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الجنة، هو بيتفصل ولا إيه اللي بيحصل؟ بنجيب اللبس إزاي؟ قال تشقق عنه ثمار الجنة. تبقى ماشي تلاقي الثمار اللي في الجنة تفتحها يطلع منها اللبس اللي انت بتلبسه في الجنة. مفاجآت ليل نهار في الجنة من رب العالمين سبحانه وتعالى. واحنا بنتمشى في الجنة بقلوبنا، بنتمشى بأجسادنا في الدنيا وأكننا في الجنة بقلوبنا. وقفنا قدام باب إنسان سمع آية، أو إنسانة سمعت آية هزت كيانه، خلته ياخد قرار يغير طريقة حياته. الآية دي بتقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأخذ القرار، أيوة يا رب أحب أن أنت تسامحني، أنا عندي غلطات كتير بعملها وأنا قاصد وأنا مش واخد بالي، وكتير بأثر في حقك، وساعات بصلي وأنا مش مركز، بل كتير بصلي وأنا مش مركز. نفسي تسامحني يا رب، أعمل إيه؟ قال له سامح الخلق. فعاش في الدنيا عنده عفو أو تسامح. احنا النهاردة عندنا زيارة للشخص العفو أو الشخص المتسامح اللي ما كانش بينتقم. وفي فرق ما بين العفو والتسامح وهنتكلم عليه بعد شوية. هذا الإنسان سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في شعب الإيمان البيهقي من حديث أبي هريرة. كان سيدنا محمد بيحكي لسيدنا موسى قال يا ربي من أعز خلقك عليك؟ قال يا موسى أعز خلقي علي من إذا قدر غفر. فهو كان نفسه يكون أعز مخلوق على ربنا سبحانه وتعالى، فقرر يعفو أو يسامح. طبعا اللي بيعفو ويسامح يعمل حسابه انه جنب النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد هو أكتر حد كان بيعفو عن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. الست اليهودية حطت السم في الشاه للنبي عليه الصلاة والسلام عشان تموته، والشاه تنطق والنبي يحس بالسم في فمه الشريف، فيقول لها أنا هسامحك. تقول له أنا كنت عايز أقتلك، قال لها وأنا هسامحك من إذا قدر غفر صلى الله عليه وسلم. ويعمل حسابه وتعمل حسابها كل واحدة بتسامح وبتعفو إن جارك في الجنة هو سيد المتسامحين وسيد أهل العفو صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد علم الدنيا كلها المؤمن بيه واللي مش مؤمن بيه قد إيه هو إنسان عفو. تحط له السم الست اليهودية في الشاه وتنطق الشاه، معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقول له ما تقربش مني لأن أنا مسمومة. بعد ما يدوق منها النبي وتأثر في شفايفه صلى الله عليه وسلم الشريفة أثر السم الشديد، ويقول لها أنت عملتي كده ليه؟ يكلم اليهودية تقول له عشان أقتلك، فيعفو عنها لأنه كان قادر عليها، وهو إذا قدر عفا صلى الله عليه وآله وسلم. وتوصفه السيدة عائشة فتقول عليه صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه ما نال منه أحد قط فينتقم منه صلى الله عليه وآله وسلم. كان عنده عفو وتسامح، وده الطبيعي إن كل واحد بيتخلق بأخلاق الله ويتشبه بأخلاق رسول الله ربنا يكافئه بصحبة النبي، لأن من تشبه بقوم حشر معهم. مش بس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لواحد من كبار الصحابة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، اللي أمه السيدة هند بنت عتبة الصحابية الجليلة، لكنها تعاونت زمان مع وحشي بن حرب لقتل سيدنا حمزة عم النبي، ثم تابت بعد ذلك وأسلمت، والإسلام يغفر ما قبله. كان عنده أرض كبيرة، وكان معاوية ساعتها أمير المؤمنين، والإسلام بيحكم نصف العالم تقريبا القديم، وعنده أرض كبيرة جنب أرض عبد الله بن الزبير ابن العوام. الزبير بن العوام ابن عمة النبي، واحد من 10 المبشرين بالجنة، ده ابن عبد الله.
فالعمال في الأرض الكبيرة بتاعت أمير المؤمنين بيشتغلوا، فدخلوا شوية في الأرض الصغيرة بتاعت عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير اتكلم بطريقة ممكن تكون لا تليق بأمير المؤمنين، بل لا تليق، يعني هو في الآخر العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعت رسالة قال: يا ابن آكلة الأكباد، بيكلم معاوية بن أبي سفيان، بيقول له: يا ابن آكلة الأكباد، هند زمان قبل الإسلام، يا ابن آكلة الأكباد أؤمر عمالك أن يخرجوا من أرضي. طب ده أنا أمي الكلام ده كانت قبل الإسلام، هي خلاص تابت دلوقتي، وسيدنا محمد قبل منها الإسلام، وكانت يعني من النساء المشهورات في الإسلام. فبص كده الوزير بتاعه قال له: تحب نقتله؟ قال له: لا، اكتب من معاوية أمير المؤمنين إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله، ده لقب الزبير بن العوام، يا ابن حواري رسول الله، إذا جاءك خطابي فخذ أرضي وضمها إلى أرضك، وخذ عمالي وضمهم إلى عمالك، ولو كانت الدنيا بيني وبينك لجئتك بها والسلام. فجت الرسالة لعبد الله بن الزبير فبكى وندم على الكلمة اللي هو قالها. شايف العفو عند المقدرة؟ أهو أنت جنب معاوية وجنب سيدك النبي في الجنة، لأن العفو المتسامح من أهل الجنة. وجهت قلبي وعقلي ليك، سجدت لك، اغفر لي يا رحيم يا رب. انا استنجدت بيك من نفسي من كل شيطان رجيم. لو خدت بالك احنا بنتكلم على 3 شخصيات مش شخصيتين النهارده. بنتكلم الصفة الإيجابية هي صفة العفو والمتسامح، الصفة السلبية الخلق السلبي هو المنتقم. ليه العفو والمتسامح؟ لأن دول درجتين من درجات التسامح والعفو مع الخلق. أما المنتقم فهو غضبان يرد الإيذاء بالزيادة والتجاوز. شخص حاسس إن حد أذاه، إما فعلا حد أذاه هو ليه حق من حقه ياخده، أو تصور إنه اتأذى فبينتقم هو أصلا ملوش حق. لكن هم 3، واحد بيعفو، واحد بيتسامح، ودول اللي احنا بندور عليهم أهل الجنة. واحد بينتقم، وده اللي الشيطان نجح إنه يشعره بلذة الانتقام. إيه حكاية العفو والتسامح؟ يا جماعة الشخص المتسامح هو الشخص اللي بياخد حقه من غير ما يسمح لنفسه إنها تحقد وتكره. أما الشخص اللي بيعفو فهو إنسان قرر إن هو يدور على عفو الله في ترك حقه. فأنا حد زعلني فأنا هسيب حقي بحثا إن ربنا يعفو عني. المتسامح إنسان صالح أخد حقه ثم شال الكراهية من قلبه، خلاص بقى عنده نوع من السلام. العفو إنسان صالح قرر إنه ما ياخدش حقه رجاء إن ربنا ما ياخدش منه حقه يوم القيامة، وربنا ليه حقوق كتير عندنا. أما المنتقم فهو الغضبان المبالغ في رد الإيذاء. وربنا ذكر ال3 أصناف دول في القرآن في سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. انتصر بعد ظلمه يعني خد حقه لما اتظلم، ده المتسامح اللي خد حقه وسامح بعد كده. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ده المنتقم اللي تجاوز في طلب حقه فانتقم وبهدل وأذى بحثا عن حقه. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ده الشخص العفو اللي سامح بل عفا وما طلبش حقه رجاء إن ربنا يسامحه. اسمع الآية: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يا رب أنا استنجدت بيك من نفسي من كل شيطان رجيم. سيب الحرام ده وابعدنا عنه، سيب الحرام، أصل الحلال حلو الحلال. هدف الشيطان الخبيث إنه يخلي المجتمع مليان انتقام هو نزع الإنسانية من نفوس المؤمنين وبث قانون الغابة، الانتقام والبقاء للأقوى، حتى يكثر الظلم والعدوان في الموازين عند رب العالمين يوم الحساب. بث العدوانية ونزع الإنسانية من القلوب، أنا انتقم وانت ترد الانتقام، وينزع سلام الإسلام اللي أنزل عشانه هذا الدين العظيم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وتعالوا نخش أكتر لمنطقة الصراع الشيطاني، خطة إبليس لشيطانة الأخلاق وصناعة المنتقم مني ومنك. إبليس في رغبة بيستهدفها، الرغبة دي موجودة عند ناس كتير مننا، ألا وهي رغبة القصاص. كل واحد فينا يا جماعة يحب ياخد حقه، ما يحبش أبدا إن حد يجي عليه. والقصاص حاجة من الاتنين، يا يجي بالحق والعدل
يا يجي بالانتقام والافتراء على الخلق. الحق والعدل طريق ربنا، تقتص لحقك، والقصاص بيشفي الصدر، وربنا قال يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا القصاص لو خدته بالحق والعدل تبقى عبد رباني، أو تعفو فترتقي كمان، أو تاخده بالبطش والإيذاء والانتقام فتبقى عبد شيطاني منتقم. ودايما التبرير جاهز من الشيطان عشان يسكت ضميرك، ألا وهو أنت مش بتنتقم، أنت بتحقق العدالة. فتلاقي ناس كتير تنتقم وتبهدل وتأذي وتظلم وهو مستريح إنه كده بيحقق العدالة، مش بينتقم أو مش بياخد حق أكتر من حقه. فاستهدف الشيطان رغبة القصاص وسكت ضميرك بتبرير إن أنت بتحقق العدالة.